رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانتم سالمين، كل سنه وانتم بصحه وسعاده وسلام ومحققين كل اللي بتحلموا بيه. النهارده معانا فيديو حلو جدا، يعني لو عجبك الفيديو بقى ما تنسيش تعملي لايك وشير وسبسكرايب للقناه لو لسه ما اشتركتيش. تعالوا نشوف الفيديو بتاعنا النهارده بيتكلم عن ايه. النهارده كده عندنا عزومه حلوه هنعمل فيها وصفات مختلفه او اكل غير اللي احنا متعودين عليه. بقى هنعمل حاجه تكون سهله وتكون سريعه وفي نفس الوقت تكون مختلفه. زي النهارده كده زي ما انتم شايفين معايا فرختين، واهم حاجه ان الفراخ دي تكون وزنها من كيلو و300 جرام، بقى كيلو 400 جرام، اقصى حاجه خالص تبقى الفرخه معاكي كيلو ونص. هنعمل النهارده كنتاكي من اول التقطيع زي ما انتم شايفين والخلطه والنقع وكل حاجه في الفيديو، وهنعمل الوصفه كامله متكامله بكل حاجه بتتقدم معاه في المطاعم. النهارده بقى ابني قال لي ايه، انا عازم صحابي فيعني لازم اعمل لهم حاجه. هم بقى مش عايزين ياكلوا اي حاجه، لا عايزين حاجه تكون مختلفه وتكون لايقه ايه معاهم كده، مع الشباب، مع سن الشباب يعني. فقلت خلاص هعمل لهم بقى ايه، كنتاكي ورز اصفر بقى، رز بسمتي، ونعمل بقى السلطات ونعمل سلطه الكول سلو ونعمل الحاجات ديت والبطاطس المحمره ونعمل كل حاجه ايه تليق على الاكله، وفي نفس الوقت يكون عملت لهم حاجه هم بيحبوها، وفي نفس الوقت برضو يكون انا عملت اكل مختلف. يبقى احنا كده ضربنا كذا عصفور بحجر واحد. يلا بينا كده زي ما انتم شايفين. اول حاجه جبت الفرخه بتاعتي، طبعا انا بكون غسلاها شطفاها كده، يعني غسلاها ومنضفاها من اي حاجه بقى، طبعا بعد ما كانت من عند الفرارجي، فبروح شايله منها اي زيادات، بغسلها كويس جدا وما بنقحاش بقى الا لما بايه، لما بقطعها، علشان طبعا مكان التقطيع وكده ممكن تزفر. بقطع الورك زي ما انتم شايفين، وبنفصل الدبوسه عن الجزء اللي فوق، واهم حاجه ان احنا ما نخليهاش يبقى فيها دم. لما بنيجي نفصل كده بنيجي عند العظمه وبنكسرها، علشان ده ما يخليش الفراخ عندك تكون زفره، لو طلعت دم بقى بتزفر الميه وما بتبقاش حلوه. بعد كده بناخد الصدر، ببتدي ان انا افصله بمنتهى السهوله كده زي ما انتم شايفين. يعني احنا هنبتدي نخلي الفرخه بتاعتنا بالطريقه بحيث ان احنا نخلي الصدر لوحده، بحيث ان احنا نخلي الورك لوحده. ولو الفرخه عندك كبيره تقدري تقطعيها بقى على 8 قطع، يعني انت ما لقيتيش فراخ صغيره وجبتي فرخه كبيره مثلا 2 كيلو، تقدري تقطعيها ل 12 قطعه، يعني كل قطعه تقطعيها قطع صغيره، علشان لما نيجي نقليها تبقى تتاكدي انها مستويه معاكي، ما تطلعش فيها نيه، ما يطلعش فيها اي زفاره، ما يطلعش فيها اي دم، يعني تكون ايه محبوبه كده وما يكونش ما نقرفش منها بمعنى اصح. طبعا كنتاكي بيعملوا خلطات وبيعملوا حاجات، بس احنا النهارده انا جايبه لكم بصوا بقى خلطه حلوه جدا. انا جربت وصفات كتير زي ما انتم عارفين، ودي احب حاجه كده وخلطه القلب، خصوصا في كنتاكي، يعني في البهارات، في طريقه النقع، في طريقه بتديكي بصوا وصفه من الاخر، نظافه وريحه وطعم، وبتبقى مستويه وبتبقى جميله جدا. هنا كده قطعتها زي ما انتم شايفين، وبقطع بقى طبعا الصدر التقطيعه اللي انت عايزاها. بعد كده تعالوا نحضر البهارات اللي هنحطها على الفراخ بتاعتنا. انا معايا هنا معلقتين صغيرين كده من الملح، وطبعا البهارات دي على قد الكميه اللي انت عاملاها. انا عامله هنا فرختين، انت هتعملي 3، هتعملي 4، هتعملي واحده، يبقى هتضاعفي المقادير او هتقللي المقادير حسب ما انت ايه عايزاه. يعني المقادير هنا تقديريه كده حسب الكميه او بالنظر. حطيت هنا معلقتين صغيرين من الملح، حطيت معلقه صغيره كده من الكزبره الناشفه، ريحتها حلوه جدا. حطيت معلقه صغيره من كل الحاجات اللي هقولكم دي بقى، بصل بودره، توم بودره، وحطيت نص معلقه صغيره من الفلفل الاسمر علشان ما يغمقليش اللون. لو انت عندك فلفل ابيض حطي معلقه، ومعلقه نص معلقه صغيره من الكركم. يبقى احنا حطينا مع بعض البهارات دي، طبعا هسيبها لكم في صندوق الوصف. حطيت معلقتين من الملح، حطيت معلقه بصل بودره، حطيت معلقه توم بودره، حطيت نص معلقه جنزبيل، حطيت كمان اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام، وحطيت كمان كركم، وحطيت الملح لو في، والفلفل الاسمر. طبعا زي ما قلت لكم هسيب لكم البهارات دي في صندوق الوصف. بعد كده قطعت كذا ليمونه، عندي 3 4 ليمونات كده قطعتهم شرايح. هناخد معلقتين كبار كده من البهارات اللي احنا عملناها ديت، وهنخلي معلقه كده على جنب، معلقه كبيره هنشوف هنحتاجها في ايه دلوقتي. وبعد كده بقى ابتديت احط شرايح الليمون بتاعتي. انا هنا حطيت معلقتين كبار من خل التفاح، لو انت ما عندكيش خل التفاح يبقى الخل العادي بتاعنا. وهنحط الفراخ بتاعتنا، ودي هتبقى خلطه النقع اللي هننقع فيها الفراخ. لو من بالليل بقى يبقى يا سلام، لو ما عندكيش وقت يبقى اقل كميه خلص نص ساعه في التلاجة ونغطيها وتسيبيها عندك بقى. انا سبتها، طبعا الكلام ده كان من بالليل، كنت مجهزاهم، انا عارفه انا هعمل ايه تاني يوم، فجهزت الخطوه دي كانت من بالليل من السحور كده بعد ما اتسحرنا. وصليت الفجر عملت الفراخ وسبتها ودخلت طبعا نمت. وصحيت تاني يوم بقى دخلت المطبخ بتاعي الساعه 2 كده، كنت طبعا رايقه. انا دايما بخش المطبخ بتاعي الساعه 3 3 ونص، بس لما يكون عندي عزومه لازم ادخل بدري شويه، علشان كمان التصوير بياخد مني وقت اطول كمان من المعتاد، فلازم اعمل حساب الوقت، علشان دي طبعا عزومه وفي ناس هتيجي تاكل. اي نعم هم زمايل ابني، بس مش مشكله برضو لازم ياكلوا على الميعاد، يعني ما اخرهمش. هعمل لهم بقى قطايف
النهارده كان عندي قطايف اصلا موجوده، فيعني هي ما بتقعدش، يعني لو قعدت هي بكبرها يوم بعد كده بتتكسر وتنشف. فقلت خلاص هعملها. حشيتها زي ما انتم شايفين، كنت دقه كده شويه سوداني في الهون ده مخصوص للحلويات، يعني مش بتاع التوم، انا جايبه واحد للتوم واحد للحلويات. بدل ما اطلع بقى المفرمه او الكبه واضرب، لا كسرته كده، انا عايزاه يكون قطع. حطيت عليه زبيب وجوز الهند ورشه من القرفه وقلبتهم من غير اي حاجه، وحشيت بيهم الايه القطايف بتاعتنا. ودي تاني حاجه انا جهزتها. بعد كده جهزت السلطه الكول سلو. كان عندي هنا كرنب قطعتها كده وبشرت معايا جزرتين، وحطيت هنا حطي بقى الكميه زي ما قلت لك. انا الكميه دي خدت معايا 3 معالق كبار من المايونيز، حطيت عليهم معلقه من السكر، حطيت عليهم معلقه من الملح، وكمان زودت هنا شويه من الحليب، وهحط كمان ربع كوبايه من الخل. وبس كده، هي دي المقادير بتاعه سلطه الكول سلو. يبقى حطينا مايونيز، حطينا سكر، حطينا ملح، حطينا خل، حطينا شويه من اللبن. طبعا كل المقادير ديت لو انت حابه تضيفي زبادي تقدري تضيفي علبه من الزبادي، بس انا اكتفيت بالمايونيز واللبن كفايه، يعني مش ما احتاجتش ان انا اضيف زبادي. بعد كده زي ما قلت لك كنت بشرى جزرتين، خدت منهم حوالي جزره ونص كده على كميه الكرنب، لان لو حطيت الجزر كله كان هيبقى كتير قوي يعني. فزي ما قلت لك كده الحاجات دي بالنظر. وركننا حاجه السلطه على جنب. بعد كده تعالوا نحضر مع بعض البطاطس اللي احنا هنقليها، نحمرها نعملها برضو تكون حلوه ومقرمشه من بره وطريه من جوه. الميه بتاعتي دي حطيت فيها ملح وحطيت فيها خل، وبعد كده غسلت البطاطس بتاعتي وقشرتها وهبتدي اقطعها. هنا بقى بوريكم ان احنا بنقطع البطاطس كده، يا طبعا كلنا شاطرين في تقطيع البطاطس، انا مش انا اللي هعرفكم يعني، بس يعني انا بقطعها كده بالجنب وباخد كذا واحده، بحيث ان انت تطلعيهم مقاس واحد. يعني لو انت عايزه تطلعيهم كلهم نفس الحجم بتعملي الخطوه دي او الحيله دي، ان انت بتقطعيهم كلهم طرنشات، وبتاخدي 2 أو 3 مع بعض زي ما انا بوريكي كده، وبتبتدي تقطعهم. هنا بتاخديهم كلهم نفس الحجم بس مش اكتر. وبعد كده وكنت بقى عايزه اوريكي برضو الخلطه اللي بننقع فيها البطاطس دي، بتخليها مقرمشه، بتخليها طريه من جوه ومقرمشه من بره وطريه من جوه. هحط البطاطس بتاعتي في الملح، في الميه اللي فيها الملح وفيها الخل، وهسيبها بقى لحد ما اجي اقليها قبل الفطار، لانها طبعا بتكون سخنه. هنعمل كمان نوع من انواع المقبلات كده، او الحاجات اللي هي ايه فاتحه للشهيه يعني. هنعمل، كان عندي الجلاش ده كنت واخده قبلها بيوم، يعني كنت واخده نص لفه الجلاش، كنت مقطعاها عاملاها لنا كده على الفطار برضو بديل السمبوسه بالجلاش كده، بحب اعملها قوي. واعملها ميكس من الجبن، كان عندي جبنه رومي في التلاجة وكمان جبنه موتزاريلا. وباخد بقى اعمله وحشيه زي ما انتم شايفين كده، باخد ورقتين من غير ما بدهنهم اي حاجه، لان طبعا هقليه في الزيت، فكفايه ان هو يتقلي في الزيت، الدهون اللي هتبقى فيه كفايه، ما بدهنوش كمان بايه بمسحه من الزيت او الزبده او اي حاجه، لا باخده كده زي ما هما اتنين فوق بعض. وببتدي احط الحشوه بتاعتي في النص وببتدي الفهم رول عادي جدا. خلصت الكميه اللي معايا، وكمان كان عندي بواقي، كان عندي يعني وحدتين 3 من عجينه السموكسه نفسها بقى، فخدتهم برضو حشيتهم كده وبقت جاهزه معايا. ودي تالت او رابع حاجه خلصت منها. انا هنا بوريك انا بمشي ازاي لما يكون عندي عزومه. لو عندك عزومه ل50 فرد تقدري تمشيها بالخطوات دي. اولا بتبقي عارفه انت هتعملي ايه، مرتبه دماغك، مجهزه نفسك من بالليل، عارفه إيه كل حاجه عندك موجوده، مش بتبقي رايحه جايه بقى هتعملي ايه وهتجيبي ايه. طب تخلينا في الرز الاول. هنا نعمل مع بعض رز بسمتي، بصوا بطريقه عاديه جدا من غير بصل من غير حاجه، هعمله النهارده بالزبده وهيكون طعمه تحفه. حطيت كده كميه من الزبده حلوه محترمه. كان معايا هنا كيلو رز من البسمتي كنت غسلاه، وبعد كده حطيت عليه شويه من الزيت، وبعد كده حطيت ورق لورا وحطيت لومي بس، ما رضيتش احط قرفه ولا اي بهارات تانية، لان الولاد هنا مش هيحبوا الكلام ده ومش عايزين زبيب ومش عايزين اي حاجه، فده كانت رغبه ابني يعني. وبعد كده بقى حطيت هنا ده لون سنه من لون الزعفران، بيديله لون حلو قوي قوي للرز، جربوه. يعني بيبقى احسن من الكركم كتير. طبعا احنا بنحط الكركم عشان الفايده بتاعته، لكن اللون لو انت عايزه اللون الصح هو بيجي من لون الزعفران. بعد كده بملح الرز بتاعي وبشوحه كويس جدا في الزبده ده عشان ياخد معاكي تغليفه حلوه كده، وفي نفس الوقت الزبده بتديله طعم حلو. وهنديله تكه في الاخر كده، تكه الشيفات بقى بتاعت الافراح، كنت شفتها الشيف وهو بيعمل اكل الفرح بتاع ابن خالي، يعني عجبتني وهو بيحط التكه الاخيره دي، فقلت هعملها، ففعلا فرقت معايا جدا في الرز. بعد كده بزود الميه بتاعتي، كل كوبايه من الرز البسمتي بتاخد معايا من كوبايه ونص لكوبايتين من الميه. هنا دي التكه بقى اللي بقول لكم عليها، بعد ما تشرب خالص كده والميه بتاعته وهبتدي هدي عليه خالص، بحط له معلقتين من الزبده كده على الوش، انسي بقى طعمه، مش عايزه اقول لكم على الجمال والحلاوه بقى، بتسيح كده وتقلبيه بقى مفلفل وريحته حلوه جدا. تعالوا بقى نعمل الخلطه بتاعتنا، اخر حاجه خلاص بقى، احنا عملنا الرز وابتدينا هدينا عليه، جهزنا كل حاجه. تعالوا نجهز الخلطه بتاعت الفراخ اللي احنا هنقلي فيها. انا معايا هنا كميه من الدقيق، حطيت عليها حوالي 3 4 معالق من الايه من النشا. انا معايا هنا حوالي
كيلو الا ربع كده من الدقيق، لان احنا معانا فرختين هياخدوا كميه حلوه من الدقيق. حطيت عليهم 3 او 4 معالق كبار من النشا هرميه، وحطيت عليهم كمان البهارات اللي كانت متبقيه معايا، فاكرين اللي احنا حطينا فيها خلطه الفراخ، حطيتها هنا. وخدت كمان سنه من لون الزعفران بديل الكركم. والله اول مره اجربها معاكم النهارده، وقلت اشوف هتديني لون عامل ازاي. ادتني لون روعه للفراخ بجد، جميله جدا. جربوها، التكه دي من عندي، وكنت اول مره اجربها معاكم النهارده في الوصفه، ما جربتهاش قبل كده. جت في بالي وانا شغاله كده ليه ما احطش الزعفران سنه بسيطه، شايفين على طرف المعلقه. وبعد كده تعالوا نعمل الخليط اللي احنا هنحط فيه الفراخ بتاعتنا. عندي ميه من الحنفيه عاديه، حطيت فيها بيضه، حطيت فيها شويه فلفل اسمر، وحطيت فيها معلقه من الخل. طب هنا فايده البيضه ايه؟ البيضه بتعمل لي، بصوا الشكل المقرمش او الاشكال اللي بتبقى فيها كده، الحتت اللي هي بتبقى الشكل اللي مكرمش ده اللي بيبقى بره، بيجي من البيضه. بالميه مش بيجي قوي زي البيضه، وبتخليه مقرمش كده، وبتديله لون حلو. انا جربت من غير البيضه وجربت بالبيضه. لا، بالبيضه لو عايز تاخدي النتيجه السوبر بالظبط، حطي البيضه دي. عايزه اقول لك ما بتبانش خالص في الفراخ، ومفيش زفاره. حطينا البيضه، لا احنا حطينا فلفل اسمر وحطينا خل. طب انا مش حابه اضيف البيضه، وعايزه بس ما بحبش البيض، او مش عايزه خالص، مش حاباه في الوصفه دي، اقدر استخدم الميه. وساعتها مش هحط بقى لا فلفل اسمر ولا خل، لاني لما عنديش حاجه تحتاج ان انا احط لهم الكلام ده. بعد كده بقى الدقيق بتاعي ده بهرته، ونسيت اقول لكم ان انا حطيت عليه شويه من الفانيليا البودر. تدي ريحه للكنتاكي مش قادره اقول لكم قد ايه رهيبه، وبتخلي البيت كله ريحه جميله جدا. جربوها، بس تقريبا ما جاتش وانا بصور. بعد كده باخد قطعه الفراخ، ببتدي ان انا احطها، وزي ما انتم شايفين بكبس عليها بايدي واضغط عليها كويس قوي. عايزه بقى اكرر العمليه دي، عايزه الطبقه اللي بره دي سميكه، حطيها تاني في الميه ورجعها تاني في الدقيق. وهنا بقى خدتها، ممكن اقدر ان انا اخدها في الدقيق، اعمل لها تغليفه الاول لو انا عايزه الكفر ده يكون تقيل، وبرجع احطها في السائل في الميه، وبرجع تاني ازودها للدقيق. كل ما تكوني عايزه طبقات كتيره ويكون الكفر ده كتير وباين، اعملي بقى قرري الخطوات دي. يعني حطي في الميه وارجعي حطي في الدقيق، وارجعي حطي في الميه وارجعي حطي في الدقيق، براحتك. انا بكتفي بمره واحده او مرتين بالكتير، بيكون مناسبه جدا، علشان طبعا الحاجات دي تكون مستويه. لو انت عندك الفراخ بتاعتك كبيره، انصحك ان انت تعملي الخطوه دي مره واحده، تحطيها في الميه وفي الدقيق بس، علشان الفراخ تستوي. الطبقه دي ما تعملكيش عازل وانت بتحمريها وتطول معاكي، او لو انت مثلا ما اديتهاش الوقت الكافي في السوا، تحسي انها نيه من جوه، او تلاقيها فيها اي حاجه مش مستحبه. لا، طبقه واحده هتكون كفايه. بصوا الشكل، بننطرها كده تدينا شكل الخرفشه والقرمشه اللي بتبقى بره دي، رهيبه. تعالوا نحضر للزيت بتاعنا. انا هنا حطيت كميه زيت حلوه، وخليت الزيت بتاعي لما سخن، شايفين مش بيقدح مش بيغلي، لا درجه الحراره تكون يا دوبك الزيت داخل على غليان. ببتدي احط فيه الفراخ بتاعتي، مش حسب الحله اللي انت بتستخدميها، ما ينفعش تحطي فيها كميه كبيره قوي. لا، هنا الحله بتاعتي كبيره، حطيت فيها 4 قطع بس. اول ما ببتدي بقى تبتدي انها تغلي كده، بروح مهديه النار بتاعتي. ضروري جدا تهدي النار بتاعتك وتغطي على الفراخ علشان تتاكدي انها تستوي معاكي. هتاخد معاكي من 10 دقايق لربع ساعه في كل مره بتحطي فيها الفراخ. خدي بالك علشان تطلعش معاكي نيه، ما يطلعش فيها اي حاجه. تاكدي انها مستويه. لازم بعد ما تحطيها الاول على نار عاليه، وتديها صدمه كده في الزيت اول ما تنزليها. بعد كده تهدي عليها النار خالص، وتسيبيها ربع ساعه تتحمر، علشان الفراخ بتاعتنا نيه، وناخد قرمشه وناخد لون وناخد كل حاجه مظبوطه، وتنجح معانا الوصفه وتدينا النتيجه اللي احنا عايزينها. هنا الرز بتاعي كده خلاص، كنت هطفي عليه. شايفين بقى شكله ولونه حلو ازاي. وطبعا الفراخ عندي بتتحمر، وهنا حطيت زيت عشان احمر البطاطس. يعني كل خطواتي ماشيه بالترتيب، كل حاجه بتاعتي هتطلع سخنه لما اجي اقدمها على السفره او وقت الفطار، تكون كل حاجه مظبوطه، كل حاجه طالعه بيرفكت. العزومه بتاعتك تشرفك، ما تحسيش ان انت مضغوطه مش عارفه تعملي ايه وتبداي منين وتنتهي منين. زي ما اقول لك، رتبي افكارك. لازم قبلها بليله تكوني عارفه انت هتعملي ايه في الفطار. تكوني مجهزه كل حاجه هتستخدميها. كل حاجه عندك تمام. في حاجه عايزه تتبليها من بالليل علشان تصحي تاني يوم رايقه. طبعا لو انت بقى عندك عزومه، البيت بيكون من قبلها مترتب ومتنظم. ده ما يمنعش ان انت في يوم العزومه برضو بتشيكي على البيت، بتشيكي على كل حاجه، بتبقي واقفه بقى. يعني بصوا، لازم تبقي مرتبه نفسك علشان تبقي هاديه وانت بتشتغلي. هنا حمرنا بقى البطاطس بتاعتنا وطلعناها، وحمرت كمان السمبوسه. وده الرز بتاعنا بنفرغه كده زي ما انتم شايفين شكله ولونه مفلفل ازاي. بجد الاكل روعه. جربوا الطريقه بتاعتي وان شاء الله تعجبكم جدا جدا، احسن من كنتاكي نفسه بجد والله. طعم وريحه وقرمشه مش قادره اوصف لكم. طبعا البيت كان دوشه جدا، ما ينفعش ان انا اوريكم، يعني الصوت كان طالع
مش هعرف اشيله في المونتاج، فحبيت ان انا شلت الصوت خالص ووريته لكم كده. يا رب يكون الوصفات بتاعتنا النهارده تكون عجبتكم، وعملت لهم كمان عصير مانجا وعصير برتقال. اشوفكم على خير في فيديو جديد، مع السلامه.